بقول لك ايه، فكك من الكلام القديم وركز معايا في اللي جاي. احنا طول عمرنا بنجري ورا القرش والقرش بيجري مننا زي الفار والقط بالظبط. بس هل سألت نفسك قبل كده ليه في ناس رايقه والفلوس بتجيلها لحد عندها وهي مبتسمه؟ الموضوع مش فهلوه ولا مجرد ضربه حظ وخلاص. السر كله في السيستم اللي عقلك بيستخدمه تجاه المحفظه بتاعتك. النهارده انا مش جاي اقول لك كلام كتب ولا نصايح من بتاع نام بدري تصحى غني والكلام ده. انا جاي اكشف لك المستور، اقول لك ازاي الجنيه يبقى هو اللي بيدور عليك مش العكس. وهنعرف مع بعض ازاي الحيتان بيفكروا وايه الغلطات اللي بتخلي مرتبك يخلص في اول 5 ايام من الشهر وانت مش فاهم الفلوس راحت فين وجت منين. بص يا صاحبي، خلينا اديلك حقنة واقع في اول دقيقة. مستعد؟ هل عرفت ان 90% من الكوكب شغالين عند 10% بس اللي عارفين يعني ايه 100 فلوس؟ والسبب مش ان هم اذكى منك، السبب ان هم بيلعبوا شطرنج وانت بتلعب سلم وتعبان. انت بتضيع اغلى حاجة عندك اللي هي وقتك عشان تجيب ورق ملون اللي هو الفلوس، وهم بيستخدموا الورق الملون ده عشان يشتروا بيه راحتهم ووقتهم. لو فاكر ان انت لو اشتغلت 20 ساعة في اليوم كده انت هتبقى غني، فانت كده بتموت بالبطيء. الحمار بيفضل شغال طول اليوم وما بيبقاش ملك الغابة. التاجر الشاطر هو اللي بيخلي القرش يولد قرش وهو حاطط رجل على رجل وقاعد مكانه. الفلوس ليها قوانين جاذبيه خاصه بيها هي، لو خالفتها هتفضل تقع وتخسر، ولو فهمتها هتطير فوق السحاب. واول قاعده لازم تعرفها النهارده هي انك لا تعمل من اجل المال، بل اجعل المال يعمل من اجلك. ودي مش جمله في كتب، دي خطه حرب. يعني لو مرتبك هو دخلك الوحيد فانت على بعد خطوه واحده من الفقر لو حصل لك ازمه. النهارده هنعرف ازاي نبني مواسير فلوس تصب في حسابك وانت نايم في سابع نومه. ارمي اللي في ايدك ودوس بنزين معايا عشان هنبدا نهد السجن المالي اللي انت حابس نفسك فيه. ركز معايا في اللي جاي عشان ده السر اللي بيخفوه عنك البنوك. الفلوس يا صاحبي مش ورقه احنا بنصرفها، الفلوس دي جنود في جيوشك. لو انت كل ما يجيلك جندي اللي هو جنيه بتموته، يعني بتصرفه على خروجه او بيتزا او قميص، فانت كده بتبيد جيشك بنفسك وبتقعد اعزل قدام الدنيا كلها. ولكن الذكي هو اللي بياخد الجنود دي ويبني بيهم مكنه بتنتج فلوس وهي واقفه مكانها. اول خطه في خطه الهروب الكبير من الفقر هي انك تفرق بين حاجتين، الاصول والخصوم. الاصول دي هي الحاجه اللي بتحط فلوس في جيبك وانت نايم، زي عقار بيتاجر او قناه يوتيوب شغاله او حتى سهم في شركه ناجحه. اما الخصوم فهي البلاعه اللي بتسحب من جيبك وانت مش حاسس، زي الموبايل الغالي اللي انت جايبه قسط او العربيه اللي بتشفط بنزين وتصليح. الاغنياء بيبنوا امبراطوريه الاصول الاول وبعدين يخلوا الاصول دي هي اللي تبني لهم الرفاهيه. ولكن الغلبان بيعمل العكس دايما، بيشتروا الرفاهيه بالدين ويرجعوا يسددوا فواتير طول العمر. انت النهارده قدامك طريقين ملهمش تالت، يا تفضل عبد للقرش وتجري وراه زي الساقيه، يا اما تتعلم ازاي تروض القرش وتخليه هو اللي يخدمك. دلوقتي هكشف لك عن 3 طرق عمليه تقدر تدير بيهم المكنه بتاعتك حتى لو معاك باريزه واحده. اعدل ظهرك، فتح ودنك وجهز نفسك للصدمه اللي جايه. بص يا وحش، الكلام اللي جاي ده خطر لانه ممكن يغير مستقبلك ويغير مستقبل عيالك للابد لو فهمته صح. احنا مش جايين نلعب، احنا جايين نكسب، وعشان تكسب لازم يكون معاك ال3 مفاتيح دول في جيبك. المفتاح الاول هو الدخل المتعدد. اوعى وانا بحذرك اهو تعتمد على مصدر دخل واحد. لو شغلك هو كل حياتك فانت واقف على رجل واحده واي هوا هيوقعك. لازم يكون عندك روافد بتصب في محفظتك. اتعلم مهاره تبيع بالدولار اونلاين، او ابدا مشروع جانبي صغير، او استثمر في حاجه بتكبر مع الوقت. المهم انك ما تسيبش مصيرك في ايد مدير او في ايد شركه. المفتاح الثاني وهو قاعده ال20% اللي هو ضريبه النجاح. اول ما اي قرش يدخل جيبك شيل منه 20% فورا قبل اي حاجه، وانسى ان هم موجودين اصلا. ال20% دول مش تحويش عشان خاطر تجيب بيهم لبس او تروح تطلع خروجه، دول راس مال ماكينتك اللي احنا اتكلمنا عنها. دول اللي هيجيبوا لك ال200% وال2000% قدام. لو انت مش قادر تعيش ب80% من دخلك فانت عندك مشكله في السيطره ومحتاج علاج فورا. المفتاح الثالث وهو الاستثمار في اغلى اصل. عارف ايه هو اغلى استثمار في الكوكب؟ ولا هو ذهب ولا هو عقار، هو اللي بين ودنك وبين عقلك. لو معاك 1000 جنيه وصرفتها على كرسي يعلمك ازاي تجيب 10000 جنيه فانت عملت صفقة القرن. الاغنياء بيدفعوا مبالغ خرافية عشان يتعلموا ازاي يجيبوا فلوس، في حين ان الغلبان بيستخسر ان هو يدفع فلوس عشان يشتري كتاب او يضيع وقت في ان هو يتفرج على فيديو تعليمي. اسمع مني، اللعبة مش صعبة بس محتاجة نفس طويل وتركيز حديد. الفلوس ما بتحبش الكسلان، بتحب اللي بيتحرك وبيفكر بره الصندوق. انت دلوقتي معاك الاسرار اللي بتدير الكوكب، والسؤال هنا هل هتقفل الفيديو وتروح تكمل نوم ولا هتبدأ من اللحظة دي وتبني امبراطوريتك؟ بص يا بطل، احنا اتكلمنا كتير ولكن الكلام من غير فعل بيدي نتائج دايما 0 على الشمال. انت عارف ايه الفرق بين واحد دلوقتي بيتفرج على الفيديو وحسابه بينفجر من الدخل وواحد تاني هيفضل زي ما هو محلك سر؟ الفرق بينهم هي كلمة واحدة، الاستمرارية. الفلوس ما بتحبش اللي بينط نطة واحدة لفوق، بتيجي للي بيمشي كل يوم خطوة واحدة وثابتة. دلوقتي عايزك اول ما عينك تفتح من النوم تعمل 3 حاجات. اول حاجة وهي جرد البلوعات.
هات ورقه وقلم واكتب كل مصروف صرفته الشهر اللي فات، فنجان القهوه اللي ملهوش لازمه، اشتراك الجيم اللي انت ما بتروحوش، طلبات الاكل الاضافيه اللي بتشفط نص المرتب، اي حاجه مش بتجيب فلوس خصم اقطع رقبتها فورا. النزيف ده لازم يقف عشان تبدا تملى الخزان. تاني حاجه وهي انك تبني صندوق الطوارئ. قبل ما تفكر تستثمر لازم تامن ظهرك، شيل مبلغ على جنب يكفيك 3 شهور لو قعدت من الشغل. ده مش بخل، ده امان مالي بيخليك تاخد قراراتك وانت مش خايف، والخوف هنا هو اكبر عدو للبيزنس، والصندوق ده هو اللي بيكسر عين الخوف. ثالث حاجه وهو انك تستثمر في مهاره بالدولار. العالم دلوقتي بقى قريه صغيره، لو بتعرف تعمل ديزاين او برمجه او مونتاج او حتى انك تعرف تبيع كويس فانت معاك مطبعه فلوس عالميه. ابدأ بساعة واحدة بس في اليوم تتعلم فيها حاجة جديدة. السنة اللي جاية في نفس الميعاد هتكون هي الساعة دي اللي بتصرف عليك وعلى عيلتك. الرحلة بدأت يا وحش، والطريق في القمة زحمة في أوله بس، ولكن فوق مفيش غير الناس اللي صمدت. انا مش عايزك بس تتفرج عليا وتنبسط، انا عايزك تيجي السنه الجايه وتكتب لي كومنت وتقول لي يا بطل انا حياتي اتغيرت بجد. وانت دلوقتي معاك الشفره، هتعمل بيها ايه؟ القرار في ايدك انت. لحد هنا يا بطل الحكايه ما خلصتش، الحكايه بتبتدي من عقلك وجيبك. لو وصلت للنقطه دي في الفيديو فانت فعلا من ال1% للنية ان هم عندهم تغيير، مش مجرد واحد بيضيع وقته في ان هو يسكرول على السوشيال ميديا في وقت ملوش لازمه. دلوقتي الدور عليك، ولو حسيت ان الفيديو ده خبط فيك وفتح لك سكه كانت مقفوله ما تنساش تدوس لايك متين واكتب لي في الكومنتات انا بدات اللعبه، عشان اعرف مين اللي هيغير حياته بجد وابدا اتابعه بنفسي. وطبعا لو لسه ما اشتركتش في القناه فانت فايتك كتير من اسرار اللعبه اللي بنكشفها كل اسبوع. دوس سبسكرايب وفعل الجرس عشان تكون اول واحد يوصل للزتونه قبل اي حد. سلام.